يعني لو دوست على الزرار ده المفروض يشحن. هو فعلا بيشحن 8 فولت. يلا بينا. ده جامد جدا. عمرك فكرت لو ممكن تبني عجلة كهرباء من غير أي إلكترونيات؟ دلوقتي اللي أقصده من غير إلكترونيات هو على حسب التعريف زي ما جوجل بيقول، والإلكترونيات هي فرع من الفيزياء والتكنولوجيا اللي بيهتموا بتصميم الدوائر باستخدام الترانزستورات والمايكرو تشيبس. لسه محتاجين نستخدم شوية أسلاك وبطارية، بس عايز كل حاجة تانية تكون ميكانيكية. معظم الدراجات الكهربائية الحديثة بتستخدم موتور تيار مستمر بدون فرش عشان هي قوية جدا وكفاءتها عالية بالنسبة لحجمها، بس كمان بتحتاج وحدة تحكم إلكترونية في السرعة عشان تشغلها. يعني ما ينفعش توصل البطارية وتتحرك على طول. بس إيه اللي هيحصل لو كان ينفع؟ الفيديو ده برعاية كيويكو، هنتكلم عنهم أكتر بعدين. ده موتور ريد سويتش، والاسم جاي من الكبسولة الخضراء الصغيرة دي اللي على الجنب، واسمها ريد سويتش. ولما المغناطيس يقرب من السويتش بيقفل وبيسمح للتيار يعدي. فالملفات دي بتشتغل كمغانة كهربائية، ولما المغناطيسات الدائمة تعدي جنب الريد سويتش الكهرباء بتوصل للملفات وبتسرع المغناطيسات ناحية اليمين وبتخلي الموتور يلف. دلوقتي أنا قبل كده ركبت موتور ريد سويتش في عربية اللعبة صغيرة، وكان شغال كويس جدا لأنه كان بيستهلك كهرباء قليلة جدا، وكمان كان ممكن يشحن نفسه بدفعة بسيطة. يبقى يلا نكبر الموضوع ده ونركبه على عجلة. النسخة الأكبر دي فيها شوية اختلافات بسيطة، بس في الأساس بتشتغل بنفس الطريقة. بس بما إن مفتاح ريد الجاهز ما يقدرش يتحمل أكتر من نص أمبير تقريبا، اضطريت أعمل مفتاح ريد كبير بنفسي. هو بسيط جدا، عبارة عن شريحتين معدن بينهم فجوة صغيرة زي مفتاح ريد الصغير بالضبط، ولما المغناطيس يعدي عليه واحدة من الشرايح بتنجذب للتانية وبتوصل الكهرباء للملفات. الموتور ده قوته قليلة جدا، وده غالبا لأنه فيه 6 مغناطيسات بس في كل روتور، يعني الملفات تقدر تدفع العجلة 6 مرات بس في كل لفة. بس لو زودنا عدد المغناطيسات المفروض نقدر نزود القدرة الناتجة، فعملت موتور ده ب 16 مغناطيس واتجاهات أقطاب مغناطيسية متبادلة، وفعلا العزم بتاعه أعلى بكتير. بس كان لازم أعدل مفتاح ريد عشان المغناطيسات المتبادلة بتلخبط التوقيت، فعملت كده إني حطيت مغناطيس صغير على الشريط المرن عشان ينجذب بس للمغناطيسات اللي القطب المعاكس بتاعها هو اللي باين. كمان واضح إنه فيه مشاكل في التوصيل الكهربائي لأنه شرائط النيكل بتتلف مع الوقت بسبب الشرر، فجربت أستخدم نقطة تلامس كربونية اللي عادة بتكون موجودة في الموتورات الكهربائية اللي فيها فرش، لكن في الآخر بدأت تسيب غبار كربون على الشريط، وده منع التوصيل الجيد. وفي الآخر لقيت المفاتيح الصغيرة دي اللي واضح إنها مصنفة لحد 15 أمبير، وخدت نقاط التلامس منها، ولحد دلوقتي شكلها بتتحمل بشكل أفضل بكتير. يلا نبدأ نبني الدراجة الكهربائية. الدراجة اللي هستخدمها عندها هيكل أنبوبي بسيط، وده بيخلي التصميم سهل. نموذج ثلاثي الأبعاد على برنامج OnShape، وده برنامج كاد سحابي بيسمح لي أصمم حامل موتور قطعة واحدة للدراجة الكهربائية دي. لو حابب تصمم مشاريعك بنفسك زي دي أنصحك جدا تجرب OnShape. بعد كده أقدر أصدر التصميم وأبدأ أطبع ثلاثي الأبعاد، وقررت أعمل ده على أجهزة Formlabs فورم 4 وفورم 4L لأن القدرة على صنع أجزاء كبيرة وقوية وفي نفس الوقت بدقة عالية مناسبة جدا للمشروع ده. ده حامل الموتور ولب الموتور اللي فعلا هيمسك النظام كله مع بعضه، وده رائع إني أقدر أصنعه كقطعة واحدة. بعد كده أقدر أضغط وأركب البلي جوه الجزء ده وأتأكد إذا كان التصميم بتاعي هيركب على هيكل العجلة ولا لأ. ودلوقتي عندنا حامل قوي نركب عليه كل المكونات، وأول حاجة منهم هي الملفات اللي أنا طبعتها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام ريزن شفاف علشان الملفات تبقى باينة من برا الموتور. الملفات دي كل واحدة فيها 300 لفة، وأنا لحمت كل 2 مع بعض على التوالي، وفي الآخر هيبقوا 8 ملفات على التوازي، يعني المجموع كله 16 ملف و4800 لفة سلك، واللي من وجهة نظري شكلها جامد جدا ويمكن شوية مبالغ فيها على عجلة. الخطوة الجاية هي تصنيع الدوارات اللي هتركب عليها المغناطيسات، ويمكن تلاحظ إن الدوار ده فيه أماكن مغناطيس أكتر بكتير من الموتور التجريبي، وده علشان مؤخراً
اكتشفت حاجة اسمها مصفوفة هالباخ. لو بصيت على الموتور التجريبي من الجنب، فيه ملف متحشر بين مغناطيسين، وإحنا عايزين المجال المغناطيسي بين الاتنين يكون قوي على قد ما نقدر. فلما بنوصل الكهرباء للملفات بنحقق أقصى عزم دوران ممكن. علشان كده لو خدنا المغناطيسات المتناوبة بتاعة العضو الدوار وحطينا مغناطيسات أصغر بينهم في الوضع العمودي ده، إحنا فعلا نقدر نوجه جزء من المجال المغناطيسي ناحية واحدة، وده بيخلق جانب أقوى وجانب أضعف، وده معروف باسم مصفوفة هولباك. فلو عملنا كده بحيث الجوانب الأقوى بتواجه بعضها ناحية الملفات، المفروض نقدر نزود العزم. وفعلا أنا بنيت نموذج أولي تاني للموتور علشان أختبر النظرية دي. I even had to mount the reed. وواضح إنه عنده قوة أكتر بكتير. أنا حتى اضطريت أركب مفتاح ريد أقرب للروتور علشان المجال المغناطيسي برة الموتور أضعف بكتير. فالتصميم النهائي ده فيه 20 مغناطيس رئيسي و20 مغناطيس أصغر بيعملوا مصفوفة هالباخ، يعني المجموع كله 80 مغناطيس مع الاتنين روتور، ودول ممكن يثبتوا على العمود وبكرة القيادة قبل ما يتوصلوا بالموتور. وده معناه إننا نقدر نرتب روتوره على الناحيتين بتوع العجلة علشان نضغط الملفات بينهم. دلوقتي نقدر نركب مفتاح الريد على الموتور وكده يبقى جاهز للتجربة. فمع كل حاجة متوصلة المفروض أقدر أتحكم في سرعة الموتور بالمفتاح ده. Despite running well below the 15 amps that these switch contacts are. حتى لما الأمور بتبوظ دايما بتعلم حاجة جديدة. وعشان كده أنا متحمس أقول لكم عن كيويكو، لأنهم عندهم مهمة يلهموا الأطفال يبتكروا. أنا من زمان معجب بكيويكو وصناديقهم، دايما ممتعة في البناء. جودة الصندوق ده والتفكير اللي اتعمل فيه بيخليه هدية مثالية لأي طفل. يعني هو فعلا مركبة حوامة تقدر تبنيها في البيت من غير أي أدوات، وفيه صناديق تانية كتير زي دي للأطفال من كل الأعمار مع أندية كيويكو بتاعتهم. ودي سلسلة من مغامرات التعلم العملي المثيرة، وفيه 5 أندية تقدر تختار منهم. هتستكشف مواضيع بتتراوح من الثقافة والجغرافيا للتكنولوجيا والفن وحاجات تانية كتير. ولو بتدور تستخدم مهاراتك في العلوم والمعرفة والهندسة في مشروع عملي، فيه كمان كيويكو لابس اللي فيها مشاريع زي روبوت التوصيل اللي بيتحكم فيه بالراديو وحاجات تانية كتير. أنا فعلا مؤمن إنه كيويكو هدية رائعة لموسم الأعياد ده، وهي هدية بتفضل تديك حاجات جديدة كل شهر ورا التاني. فلو اشتركت باستخدام كود توم ستانتون هتقدر تحصل على خصم 50% على أول صندوق ليك، أو لما تدخل على موقع kiwico.com/tomstanton، فادخل وشوف الرابط في وصف الفيديو. رغم إني بشغلهم على تيار أقل بكتير من 15 أمبير اللي المفاتيح دي مصنفة عليه، إلا إنها بتتحرق بسرعة أو أوقات بتلحم في بعضها وبتقفل الموتور. بس عندي فكرة أخيرة عشان أخلي ده يشتغل، والحل المحتمل هو التنجستن. التنجستن عنده أعلى نقطة انصهار بين كل المعادن، حوالي 3400 درجة مئوية، وده أعلى بحوالي 1000 درجة من الصلب. فطلبت شوية قضبان لحام تنجستن عشان أعمل نقاط تلامس لمفتاح ريد تكون أقوى. لكن بسرعة واجهت أول مشكلة. يبدو إنه تنجستن ما ينفعش يتلحم، على الأقل بالقصدير اللي عندي وبدرجات الحرارة اللي كوية اللحام بتاعتي تقدر توصلها. الحل اللي فكرت فيه هو إني أستخدم القصدير كوصلة ميكانيكية مع تنجستن زي كبس السلك. فعملت شوية شقوق في قضيب التنجستن علشان القصدير يلاقي حاجة يمسك فيها، وبعدين لفيت شريط النيكل حوالين التنجستن ومليته قصدير. فلما التنجستن بيدفع جوا أنبوبة القصدير السايح وبيبرد بيثبت الاتنين مع بعض. وكده ويا رب يكون فيه توصيل كهربائي كويس. مفتاح ريد من التنجستن ده غالباً آخر أملي إني أشغل العجلة دي. فبعد ما وصلته كله، يا ترى هيستحمل الشرر؟ Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. بصراحة مش قادر أوصف قد إيه أنا مبسوط إن ده اشتغل. مش بس التنجستن ما تأثرش بعد فترة تشغيل كويسة، لكن كمان الشرر شكله قل. بعد كده طبعت بكرة كبيرة بالطباعة ثلاثية الأبعاد علشان أستخدمها في تحريك العجلة الخلفية، والبكرة دي ممكن تتثبت على العجلة من خلال فتحة هتركب فوق الترس الأصلي للعجلة وبتتثبت بمسامير.
ولما ركبت سير الحركة وضبطت شده كويس، العجلة بقت تقريباً جاهزة. أنا بس عايز أضيف حاجة كمان. علشان أكمل الشكل الميكانيكي للعجلة، ركبت فولتاميتر أنالوج علشان أعرف البطارية فاضل فيها قد إيه، وده ركبته في نص المقود بالضبط. كمان ركبت مفتاحين على المقود، وفي شوية أسلاك شكلها مش منظم شوية. المفروض كده يبقى فيه مفتاح بيتحكم في تشغيل الموتور، والمفتاح التاني يسمح إن شاء الله إن البطارية تتشحن باسترجاع الطاقة، أو في الحالة دي حزمة صغيرة من المكثفات الفائقة. حاسس إني محتاج أشرح الغرض من التركيبة دي. المواتير الكهربائية العادية فيها قلب حديد، وده بيعزز بشكل كبير قوة المجال الكهرومغناطيسي للملفات. بس ده كمان بيعمل مقاومة لما الموتور بيكون مطفي، عشان المغناطيسات بتنجذب للقلب الحديد. أما الموتور ده فهو معمول تقريباً كله من البلاستيك، ما عدا شوية مسامير والملفات، وده معناه إن مقاومته قليلة جداً لما بيلف وهو مطفي. فالفكرة إنه حيكون زي العجلة العادية في السواقة، مع شوية مقاومة بسيطة من السير، وده مش كتير. ولما أنزل من على منحدر أو أحب أبطئ السرعة، أقدر أستخدم الموتور كمولد عشان أشحن المكثفات دي، وبعدين لما تتشحن أنا بأمل يكون كفاية يديني دفعة صغيرة من الطاقة لما أحتاجها. يلا نشوف هيشتغل ولا لأ. فأنا واقف هنا في صباح بريطاني جميل وبارد من صباحات ديسمبر. المكثفات مفرغة تماماً زي ما أنت شايف من الفولت ميتر، ولو حركت المقود شوية ممكن نبين كأن في شحن، بس طبعاً دي مش شحنة حقيقية. يلا بينا نطلع بالعجلة لفة صغيرة. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And أوه، شكله كده بنشحن المكثفات مع إني لسه ما ضغطتش على زر استرجاع الطاقة، وده غريب شوية. وكمان مش حاسس إن فيه مقاومة كبيرة في البدلات، وده أظن حاجة كويسة إنه بيشحن بسهولة كده. مفاتيح الريد صوتها عالي شوية، تقريباً نفس صوت هوبات العجل الحرة اللي صوتها عالي، بس أسوأ شوية عشان الصوت مستمر طول الوقت. دلوقتي أنا نازل من على منحدر، وهضغط على زر استرجاع الطاقة، resistance when riding unpowered. ويبان إنه بيشحن أسرع شوية دلوقتي. إحنا قربنا نوصل. إحنا عند 10 فولت. واو، أظن إن الكاباستورات دي متصممة لحد حوالي 18 فولت، يعني إحنا في الأمان دلوقتي. تمام، دلوقتي أنا داخل على أرض مستوية وحوقف العجلة. إحنا تقريباً على 12.5 13 فولت، فخلينا نشوف لو نقدر نستخدم الطاقة دي علشان نرجع للسرعة تاني. Because the motor is essentially هي فعلاً بتديني طاقة، بس مش طاقة كبيرة قوي. أيوة، يعني إحنا استهلكنا حوالي 5 فولت علشان نوصل للسرعة، ودلوقتي مفيش استهلاك زيادة، لأن دي أقصى عدد لفات للموتور يقدر يعملها على الفولت ده. charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. فإحنا رجعنا تاني ل 11 فولت، وهلف مقبض السرعة علشان أشوف لو نقدر نطلع التل ده. The energy can slowly discharge into my أيوة، هو مش عنده قوة كفاية علشان يطلع أي تلال. حاسس إن العجلة دي بتحقق 2 من ال3 حاجات اللي كنت عايزهم في الأول، إنها بتشحن نفسها باسترجاع الطاقة، وكمان فيها مقاومة قليلة جداً لما ركبها من غير طاقة. هي بس ناقصها القوة المطلوبة علشان تبقى خيار فعلي لعجلة كهرباء، وكمان إنها ميكانيكية بالكامل مش زي ما كنت متوقع، لأن شرائح المعدن بتاعة ريد مش قد كده. المفاتيح محتاجة تتظبط باستمرار علشان لو ركبت بسرعة زيادة بتوصل لتردد رنيمي، فبتبقى يا إما بعيدة قوي عن نقطة التنجستن أو قريبة زيادة، وده بيعمل شرارة كبيرة. طب إيه رأيك ناخد جزء الفرامل اللي بتولي الطاقة في العجلة ونستخدمه نشحن بيه حاجة تانية؟ لأنه الموتور متوصل في الأساس زي المولد اليدوي بالكرنك اللي عندي، فبيطلع كهرباء مترددة لما بيدور. يعني لو استخدمنا 4 دايودات عشان نعمل مقوم جسر كامل، المفروض نقدر نشحن المكثفات أسرع، وبعد كده نقدر نوصل المكثفات على منظم جهد USB عشان نستخدم الطاقة المخزنة. يعني مثلا أشحن موبايلي وأثناء السواقة، الشحن مش هيشتغل لو جهد المكثفات أقل من 8 فولت، لكن بضغطة سريعة على زر الرجين نقدر نرفع الجهد بسرعة، وبعد كده الطاقة تفرغ ببطء. في موبايلي على مدار 6 كيلومتر أو 3.7 مايل اللي ركبتهم نزلت حوالي 55 متر، وقدرت أشحن موبايلي تقريباً 10%،
وده مش وحش بصراحة. أنا استخدمته بس وأنا نازل من على تلال، أو لما كنت محتاج أفرمل وكان في تل نزلت وكان طويل، لدرجة إني كنت قلقان أشحن المكثفات زيادة عن اللزوم، فسبت الزرار. دلوقتي أنا عارف إن في منتجات موجودة في السوق ممكن تشتريها بتستخدم مولد صغير عشان تشغل كشاف العجلة، بس الحاجات دي بتزود مقاومة مستمرة للعجلة لما بتكون شغالة. بس النظام ده ممكن يتستخدم عشان يشحن المكثفات بسرعة لما تفرمل أو وانت نازل من على تل، وبعد كده ده هيشحن بالتدريج، وأقدر أشحن موبايلي أو كشاف العجلة أو أي حاجة أنا عايزها فعلا، وده في الأساس طاقة مجانية. لأني لو ما كنتش عامل النظام ده الطاقة دي كانت هتتحول لسخونة وتاكل في تيل الفرامل بتاعي. شكرا جدا لمشاهدتكم.